مكان، صباح الخير، يوم جديد وحلقه جديده من شقاوة شطار. زي ما اتعودنا في شقاوة شطار بيكون معانا فقرات حلوه كتير، وبيكون معانا مواضيع بنستفيد منها، لان هي اكيد مواضيع احنا بنمر فيها كل يوم. تعالوا بينا نبدا حلقه النهارده، نتعرف في الاول على اصحابنا. معانا مين؟ هانيا تامر. هانيا عندك كام سنه؟ 10 سنين. مين كمان؟ فاطمة يحيى. عندك كام سنه يا فاطمه؟ 11 سنة. كتير دايما بنسمع ماما بتقول لنا ان احنا لازم نعتمد على نفسنا، صح؟ ولازم ان احنا نبقى واثقين في نفسنا، وساعات ممكن تخلينا كمان نعمل حاجات علشان يبقى عندنا ثقه في نفسنا اكتر ونعتمد على نفسنا اكتر. مظبوط ولا لا؟ اه. طب ماما مثلا ممكن تقولك تعملي ايه يا هانيا؟ ممكن تقولك انا عايزه، انا واثقه فيكي، او انت كبيره كفايه فاعملي ده. ايه هو بقى الموقف ده؟ تذاكري لوحدك. لما يكون مش موجوده تقول لي حماية مسؤوليه البيت كله، ما تحملي مسؤوليه الشقه. يعني هي ماما بتقولك كده لما بتخرج. طب حلو، يعني هي لما بتخرج بتثق فيكي ان انت كبيره. ايه الحاجات اللي انت بتبقي مسؤوله عنها جوه البيت؟ حافظ على اخويا، وحافظ على نظافه البيت. اوكي حلو، يعني ان انتوا ما تكركبوش الدنيا، وان انت تبقي واخده بالك من اخوكي. مظبوط. ايه كمان يا فاطمه؟ انا يعني اعتمدت على نفسي ان انا اقدر اشتري الحاجات لوحدي وكده. تعرفي تعملي ده؟ اه. طيب لما بتعملي ده بتبقي لوحدك ولا ماما بتبقى موجوده بس مثلا شايفاكي من بعيد؟ لا، ببقى لوحدي. تبقي لوحدك خالص؟ مع اصحابي. مع صحابك. طيب المكان اللي بتروحوا بيبقى قريب من البيت ولا بعيد؟ نص نص. نص نص. بتروحوا ازاي؟ وتوصلنا. ماما بتوصلكوا، بتسيبكوا تخلصوا حاجتكم وترجعوا تاني. اه. صح؟ طيب بتقولك شويه نصايح وانت تعمليها وانت بره؟ اه. بتقولك ايه؟ بس مش كلام حد ما اعرفوش. ايوه، يبقى مش المفروض ان احنا نكلم حد ما نعرفوش، وما نسمعش كلام حد ما نعرفوش. وايه كمان؟ ومبقتش باين عن اخواتي. ما تبعديش عن اخواتك. وايه كمان؟ ما اروحش حته ما اعرفهاش. مظبوط. وكمان بس. طب انتي ماما بتخليكي تعملي حاجات او تشتري حاجات لوحدك؟ لا، لو بس بنزل اشتري حاجات بتبقى قريبه من البيت. طيب بتقولك برضو نفس اللي مامة فاطمه بتقوله لها؟ ايه؟ عشان تحافظ عليا. لا، هي بتقولك ايه؟ يعني احنا شفنا مامة فاطمه وسمعنا من فاطمه بتقول لها مثلا ما تكلميش حد ما تعرفيهوش، ما تروحيش مكان ما تعرفيهوش، ما تروحيش مع حد يقولك تعالي معايا. اوكي حلو قوي. يبقى الموضوع بيبقى تدريجي. كلنا اكيد بنحب ان احنا نعتمد على نفسنا وان احنا نعمل كل حاجه من غير ما حد يساعدنا، ده كويس، لكن لازم نراعي السن. مظبوط. انتوا عندكم 10 و11 سنه، فانتوا ممكن لو في سوبر ماركت تحت البيت او في حاجه ممكن تجيبوا منها لحاجه، ممكن تنزلوا وتطلعوا. دي بتبقى خطوات صغيره الاهل بياخدوها مع ولادهم، ان هم بينزلوا ممكن نجيب حاجه من تحت ونطلع. بس اكيد الاهل بيكون متابعين. يعني مثلا ماما ممكن تبقى متابعاكي من البلكونه مثلا، شايفاكي لما تنزلي وتطلعي. اكيد في نصايح، يعني نصايح ان احنا ما نسمعش كلام حد ما نعرفوش. لو حد قال لنا مثلا تعالوا ما نروحش مع حد احنا ما نعرفوش، لو حد ادانا حاجه ما ناخدهاش. دي كلها حاجات بتبقى مهمه ولازم نسمع كلام ماما فيها. الحاجات دي كلها كمان بتساعدنا يبقى عندنا ثقه في نفسنا، احنا نقدر نعتمد على نفسنا وننزل نجيب اللي احنا عايزينه، بعد كده نعمل حاجات اكتر. مظبوط. انتوا تحبوا تبقوا معتمدين على نفسكم ولا لا؟ اه. في ايه بقى؟ انتوا بتذاكروا لوحدكم؟ وايه كمان؟ لما نحتاج حاجه نجيبها لنفسنا. ايه كمان؟ زي ما نحتاج حاجه نجيبها لنفسنا. يعني مثلا هاني كانت بتقول ان هي بتاخد بالها من اخوها الصغير، صح؟ دي كمان غير ان هي بتعتمد على نفسها وكمان بتاخد بالها من اخوها. انتي بتعملي كده؟ ما عندكيش اخوات اصغر؟ لا، عندي اكبر. عندك اكبر. هم اللي بياخدوا بالهم منك. طيب يبقى احنا شفنا ازاي انه الاعتماد على النفس بيجي من سن صغير، صح؟ وبيبدا الموضوع بشكل تدريجي، تبدا بحاجه صغيره بعد كده بتكبر. لما احنا بنعتمد على نفسنا اكيد بيجي لنا ايه؟ ثقه، صح؟ ان انا بقدر اعمل الموضوع ده لوحدي. بس كمان لما نتحط في موقف لازم نرجع لمين؟ لازم نرجع لماما. مظبوط يا هانيا؟ يعني مثلا لو احنا نزلنا وحد جرب يكلمنا او سمعنا حاجه او شفنا حاجه، على طول نرجع نقول لماما تاني. مظبوط؟
لازم نرجع لحد كبير ونقول له. خلصت الفقره دي، لسه مكملين معاكم شقاوة شطار. هنخرج. صباح الخير لكل اصحابي اللي بيتفرجوا علينا، فقره جديده من فقرات الورشه. زي ما اتعودنا في الفقره دي دايما بيكون معايا مجموعه من صحابي بيساعدوني في ان احنا ننفذ مشروع او فكره معينه. النهارده معايا 2 من صحابي هيساعدوني علشان نعمل صوره مجسمه زي ما احنا شايفين. اسمك ايه؟ مصطفى. عندك كام سنه يا مصطفى؟ 4 سنين ونص. وانت اسمك ايه؟ اسماعيل. عندك كام سنه يا اسماعيل؟ 5. حابين ان انتوا تعرفوا ازاي تعملوا فريم او صوره زي دي؟ كل شغلنا هيبقى بالكاربورد. هنبقى محتاجين كاربورد مقصوص على شكل مستطيل، وبعد كده هنبقى برضو الفريمز زي ما احنا اشتغلنا او بدأنا هنا. الفريمز هتبقى برضو كاربورد هنقصها. في فن في اليابان اسمه فن الأوريجامي. الفن ده هو فن طي الورق. بيبقى عندنا شكل ورق واحنا بنعمله اللي احنا بالشكل اللي احنا عايزينه. ممكن نجيب ورقة مستطيلة زي دي ونقصها شرايط صغيرة لحد الآخر زي دي. بعد كده هنطبقها او هنلفها. مين عايز يساعدني؟ بعد كده تبقى شكل ورد. بعد كده على اخر الحرف بتاعت الورقة هحط جلو عشان يمسكها مع بعضها. خلصتها؟ مصطفى واسماعيل خلصوا الورد بتاعهم. زي ما قلت على الاخر في حرف الورقة هنحط جلو عشان الوردة تبقى مقفولة. هنحط على اللوحة هنا جلو جان. نستخدم الجلو جان في ان احنا نحط شوية جلو على كل الورد اللي احنا عملناه. في عندنا ورق شجر برضو احنا قطعناه وقطعنا من حواليه علشان يبقى شكله مجسم اكتر. هنلزق ورق الشجر. ممكن كمان علشان يبقى شكله حقيقي اكتر ممكن ناخد القلم الرصاص ونرسم حواليه. حلوة ولا لا؟ سهل ولا صعب نعملها؟ سهلة. بس فاضل لنا خطوط. اي خطوط احنا ممكن ما نعملهاش عشان تبقى اسهل بالنسبة لينا. بعد كده ممكن ناخد خيط من خيوط الصوف عشان نعمل بعد كده ممكن نعلقها عندنا في الأوضة أو نديها هدية لحد. صح؟ وبكده نكون وصلنا لختام فقرة الورشة. لسه مكملين معاكم بقية فقراتنا، لكن هنرجع دلوقتي لاصحابنا في الاستوديو ونشوف ايه الفقرة اللي معاهم. صحابنا في كل مكان، رجعنا لكم تاني علشان نكمل شقاوة شطار. النهارده معانا قصة، والقصة برضو بتبين لنا ازاي ممكن نعتمد على نفسنا ويبقى عندنا ثقة في النفس. القصة اسمها ايه؟ مرمر ودواء ماما. كان في بنت اسمها ايه من الحدوته كده؟ مرمر كانت بنت صغيره كان عندها 6 سنين. هي كانت مع مامتها ونزلت من العربيه ودخلت الصيدليه علشان تجيب حاجه لمامتها. كل اللي في الصيدليه قعدوا بصوا على البنت الصغيره اللي دخلت وسط الكبار لحد ما وصلت عند الصيدلي وبتساله. قالت له انا عايزه ادويه، وقالت له على اسمائها. فهو قال لها طيب استنيني. هي كانت معاها الفلوس ومحضراهم. استنت الصيدلي لحد ما جاب لها الادويه. بعد كده اديته الفلوس، اخدت الادويه وراحت طلعت تاني وركبت العربيه مع مامتها. فمامتها طبعا انبسطت منها وقالت لها انا متشكره منك جدا. في الوقت ده بقى لما هي خلصت الدواء وسابت الصيدليه، كل اللي كانوا في الصيدليه كانوا معجبين بيها جدا. هما كانوا كبار
لكن كانوا معجبين بالطفله الصغيره اللي كانت عارفه هي عايزه ايه، ونطقت اسم الدواء صح، وكانت مركزه قوي في طريقها ان هي دخلت طلبت من الصيدلي الحاجه، اخذت الحاجه ورجعت تاني العربيه عند مامتها. هو ده الموقف اللي احنا شفناه مع مرمر. الموقف ده بيبين لنا ايه؟ احنا لازم نعتمد على نفسنا. اوكي، هي اول حاجه اعتمدت على نفسها، عندها ثقة في نفسها. وكان عندها ثقه في نفسها. الثقه في النفس دي هي اللي خلتها تمشي بثبات لحد الصيدلي، وخلتها تقول اسم الدواء صح، وان هي تعرف تتصرف وتاخد الحاجه وترجع تاني لمامتها. ما كلمتش حد لما جت تسال الدواء، ما راحتش تسال اي حد عن الدواء، كانت عارفه هي مين اللي لازم تروح وتساله. مظبوط. فاحنا بنشوف من المواقف دي، يعني القصه هي عباره عن موقف، احنا كل ما بنقرا مواقف او بنسمع عنها ده كمان بيساعدنا في ان احنا نعرف ازاي نتعامل. مظبوط. خلصت فقرتنا، لسه مكملين معاكم شقاوة شطار. هنخرج لفاصل ونرجع لكم. بتتفرجوا علينا في فقره جديده من فقرات شقاوة شطار. وصلنا دلوقتي لفقره اللعب. النهارده معانا لعبه هيلعبوها مجموعه من صحابنا، وهيبقى معانا مستر عاصم. زي ما احنا شايفين معانا مجموعه من صحابي، هم كلهم متجمعين في دايره كبيره. بعد كده هيقعدوا على الارض، واللعبه هتعتمد على انه اتنين هيقوموا هيجروا they will chase each other او هيجروا ورا بعض، واللي هيقعد الاول هو اللي هيكسب. اللي هنستفيده من اللعبه دي ان احنا يبقى عندنا سرعه بديهه، ونتعلم ازاي ناخد قرارنا بسرعه في الوقت المناسب. تعالوا بينا نبدا اللعبه مع بعض. Okay, I will play with Hussein. Hussein, stand up, and me, stand up. Okay, I will stand up. Now I'm gonna say go. When I say go, go! You're a winner now. Hussein is winner, okay? Okay. Okay. If you like it? You like it? Okay. Leave your hand. Okay, get free. Okay, Zaina. Mahmoud. Ready? Go! Uh-oh! Stop! Not around the circle. That's not around the circle. Okay, again, sit there. Okay, now come on. Sit here, stand here. Stand up. Hussein. Okay, are you ready? Yeah! Go! Sit properly. Push first. Yeah, clap hands for Zaina. Okay. Hussein and Jana. Ready? I'm gonna say go. Ready? Go! Yes! Go together, we're winner. Okay, clap hands for them. Okay, Omar. Omar. Stand up. And Hassan. Who's come first? Who's come first? You? Go! It's his place. It's his place. It's his place, Omar. Okay. Yes, Hassan is winner. Okay. Let's for Hassan. Lilo. Stand up. Okay, look at him. Look at her place. Wait. Look at her place. Lilo. Look at his place. Okay, are you ready? Go! And that's for Lilo. Mariam and me, okay? Are you ready? Stop, Omar. Stop doing this. Stop doing this. Leave the circle. Leave the circle. Okay. Ready? Go! I'm the winner. Okay. Okay. Go stand up. Yes. Thank you. Stand up. Leave the circle. Okay. Ready? Go. Yes. Go faster. Nora first. Nora. Yes. Okay. Okay. All of you got your back by the wall again. Thank you. خلاص وقت اللعب. لسه معانا فقرات تانية كتير، لكن دلوقتي هنرجع لاصحابنا في الاستوديو ونشوف ايه الفقرة اللي معاهم. هانيا، ايه النوفل او الحاجة اللي قريتيها وعايزة تقول لنا ملخصها؟ The Merchant of Venice. تاجر البندقية، مين كتبها؟
اسمها ويليام شكسبير. ويليام شكسبير. يلا قول لنا الملخص. كان في واحد دايما بيساعد صاحبه، فجه يوم قال له انا عايز فلوس بس عشان اتجوز. ما كانش معاه التاجر ده فلوس، فراح قال له روح لواحد بيدي فلوس. فراح له وقال له هديك 3000 جنيه وترجعهم لي دبل. فاخدوها، وهو كان كاتب عقد ان هو اما جابهاش ياخد حتة من جسمه. بعدين ايه اللي حصل؟ فطلع وكل حاجة. وبعد كده بعد ما اتجوزوا، صاحبه التاجر ده بعت له جواب قالوا ان هو الراجل ده اللي اداهم فلوس عايز يقتلهم، عايز يقتله هو عشان ما جابش الفلوس. ما ردش الدين اللي عليه. بعد كده راحوا المحكمة، في راجل قال ان التاجر ده هو اللي مظلوم وكان عايز يديله الفلوس، لكن مرضاش ياخد الفلوس وقال انا عايز حتة من جسمه. فجه القاضي وقال ان هو التاجر ده هو اللي عنده حق كده. وفي الاخر اللي حصل في الاخر دخل السجن. في الاخر طلع التاجر هو اللي صح، مش اللي كان طلب منه ان هو قال له انا هدينك الفلوس او انا هديك الفلوس، لكن اذا ما سددهاش هاخد كان a pound of your flesh. انا بيتهيألي هي كانت رطل من لحمه لو هو ما سددش الدين. ده كان ملخص The Merchant of Venice او تاجر البندقية. اللي انا معجبة بيه جدا انه صحابي من سن صغير وهم مطلعين على ثقافات او الكتابات لكتاب كبار. تشارلز ديكنز وويليام شكسبير من الكتاب اللي عندهم روايات كتيرة قوي من الكلاسيكيات الادب، فبالتالي انا عايزه اشكرهم على ملخص الروايات اللي هم قالوها لنا. وبشجع اكيد كل اصحابي ان هم يقروا مش بس بالعربي، يقروا بالانجليزي وكمان يقروا لكتاب كبار ويبقى عندهم دايما معلومات كتير. انبسطتوا؟ طيب احنا لسه مكملين معاكم شقاوة شطار لكن بعد الفاصل. صباح الخير لكل اصحاب الشطار اللي بيتفرجوا علينا وفقره جديده من فقرات شقاوة شطار. احنا النهارده جايين علشان نرسم وجايين عشان نلعب في نفس الوقت، ومعايا مجموعه كبيره جدا من صحابي كلهم ماسكين فرش الوان. اسمك ايه؟ صنصن. عندك كام سنه يا صنصن؟ 5. شطور. مين صحابك؟ مادو اسمك ايه؟ ادم. ادهم. مشا اسمك ايه؟ ادم. ادم. ودي فريدة ودي فريدة. كلهم صحاب سونسون، كلهم بيرسموا بيلونوا. النهارده هم الفكره ان احنا بنعملها مع بعض، ان هم صحابي بيلونوا على حيطه. الفكره حلوه لانه الحيطه هي بتعلمنا لما يبقى عندنا مكان كبير قوي ممكن نرسم ونلون عليه. ده بيعلمنا ازاي ان احنا ممكن نستخدم خيالنا، ازاي ممكن نستخدم مخنا، ازاي ممكن نعمل اللي احنا عايزينه من غير ما نبقى متقيدين بمكان صغير او بحاجه صغيره زي الورقه. مين عايز يقول لي مين بيحب البينتينج؟ مين بيحب الرسم؟ أنا. مين بيرسم النهارده على الحيطه؟ انا. مين عمل ايه؟ انا شايفه هنا في حروف، في حرف H. مين حاطط حرف الH هنا على الحيطه؟ مين؟ يوسف. فين يوسف؟ طيب مين عامل شكل البيت؟ هنا انا شايفه شكل بيت. مين اللي راسم ده؟ شطور. اسمك ايه؟ احمد. انت اللي عملت رسم شكل البيت هنا؟ اول مره ترسموا على الحيطه ولا بترسموا قبل كده على الحيطه؟ برسمها قبل كده. فين؟ في بيت، وساعات في مدرسة، وساعات في بيت، في كل حاجة. في البيت عندك حيطه بترسم عليها ولا امال؟ في ورقة انا برسم عليها كده. ورقه. احمد قال حاجه مهمه جدا، ان احنا المفروض ما نرسمش على الحيطه في البيت او ما نرسمش على الحيطه في المدرسه او في اي مكان بره. لازم نروح مكان بيبقى مخصص لنا حيطه فاضيه مدهونه بلون معين
بيدونا الماتيريالز او الخامات اللي نستخدمها. كل حاجه ليها مميزات. لما بيبقى عندنا مثلا ورقه وبيبقى عليها رسم معين، ده بيعلمنا ازاي نلتزم بخطوط معينه وان احنا ما نطلعش براها. لكن الحاجه الكويسه بقى او الميزه ان احنا نرسم على حيطه كبيره زي دي، هو انه ما بتقيد لناش افكارنا، بتخلينا نستخدم كل الالوان اللي احنا عايزينها، وفي نفس الوقت بنبقى مجموعه كبيره جدا ممكن نشتغل مع بعض. ايه؟ لازم نرسم على الورقة عشان الحيطة بتاعتنا اللي في البيت ما تتوسخش، مامتنا ما تزعقش. انت اسمك ايه؟ عمرو. عمرو، انت شطور قوي، لانه فعلا احنا مش المفروض ان احنا نلون على الحيطه اللي في البيت ولا اللي في المدرسه، ولا ينفع نلون على الحيطه اللي في المدرسه. اسمها نور. نور ينفع ولا ما ينفعش؟ الالوان ينفعش صح؟ سونسون في الحضانة بتلون لما المس بتقولك تلون؟ لا، بتديكوا الوان عشان تلونوا. بتديكوا ورق. ما ينفعش ان احنا في حيطه في الشارع او في البيت او في الحضانه ونزعل مننا المس ونلون، صح؟ لازم نسمع الكلام. لا زي من بابا وبيس ربنا هيعاقب. صح، يبقى احنا لازم نسمع. هيودينا، يعني احنا مش هنعمل حاجه تودينا النار، بس احنا المفروض نسمع الكلام عشان ما حدش يزعل مننا، صح؟ يبقى دي حاجه مهمه جدا، زي ما صحابي قالوا لنا ان احنا لازم نسمع الكلام، نسمع كلام المس، نسمع كلام بابا وماما، وان احنا ما نعملش حاجه تزعلهم، ونروح الاماكن المخصصه لو احنا حابين. زي ما احنا شايفين هنا اصحابي وهم كلهم بيلونوا مع بعض وبيشتركوا في حاجه، بيشتركوا في اكتيفيتي او في نشاط حلو زي ده، لازم يروحوا للاماكن المخصصه لده. لؤي. ده اسمه لؤي؟ لؤي عندك كام سنه؟ 4. 2. عندك سنتين بس؟ شكلك مش كبير شويه على سنتين؟ بس انا عملت 1. بصي عملت 1. ايه كمان؟ هتعمل ايه كمان غير 1؟ 2 3 4 ايه؟ ممكن ترسم لنا شكل دايره؟ طب ايه، عايزاك تحط بينت، عايزاك تحط هنا بينت، عايزاك تحط الفرشه بعد كده انا اعمل دوريه. ينفع تعمل دوريه؟ استنى همسك ايدك عشان اعمل لك صم. شفت بقى ازاي حلو سونسون بيساعدك. برافو عليكم، دي روح حلوه جدا ان احنا كلنا نشترك مع بعض ونساعد بعض، علشان اللي مش عارف حاجه التاني يساعده ويعملها. شايفين ازاي انبسطنا في الفقرة دي، ازاي اتعلمنا ان احنا ممكن نستخدم خيالنا، ازاي نساعد بعض ونستمتع بوقتنا في نفس الوقت. انا بشجع كل اصحابي ان هم يروحوا للاماكن المخصصة اللي بيبقى فيها حيطان واسعة، والحيطان دي احنا ممكن نلون عليها. بكده نكون خلصنا فقرتنا، لسه عندنا فقرات كتيرة جدا، لكن دلوقتي هنكمل بقية الفقرات مع صحابنا هناك. ممكن نقول باي باي. قرب وقت حلقة النهاردة ده هو يخلص، لكن قبل ما نختم مع حلقة النهاردة اكيد عايزين نسمع صوت فاطمة وهانية في الغنى. بتغنوا ايه؟ نقرب قوي من بعض. 1 2 3. لما نقرب قوي من بعض واما بجد نخاف على بعض، ممكن نعلى حقيقي ونقوى ونصبح اقوى شعوب الارض، ونصبح اقوى شعوب الارض. حلوه الاغنيه، هم قالوا كوبليه صغير او فيرس صغير منها، انا عايزه اشكرهم جدا. والكلام حتى لو كان المقطع صغير قوي من الاغنيه، لكن هو بيقول ان احنا كل ما هنبقى دايما مع بعض هنكون اقوى شعوب الارض. مظبوط. عايزه اشكر فاطمه وهانيا على كل المعلومات اللي هم قالوها خلال الحلقه. ممكن نبص هنا نقول باي باي باي.